عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وهذا فضل الغاسل إذا سطر على الميت ما يرى من مكروه. والذي يرى من الميت من المكروهات نوعان: الأول يتعلق بحاله، والثاني يتعلق بجسده. الأول لو رأى مثلا أن الميت تغير وجهه واسود وقبح، فهذا والعياذ بالله دليل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية. فلا يحل له أن يقول للناس: إني رأيت هذا الرجل على هذه الصفة، لأن هذا كشف لعيوبه، والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه بما يستحق من عدل أو فضل. إن كان عمل خير فالله يجزيه الحسنة ب10 أمثالها، وإن كان غير ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. والثاني يتعلق بجسده، كأن يرى بجسده عيبا، كأن يرى برصا أو سوادا خلقيا أو غير ذلك مما يكره الناس أن يطلعوا عليه غيره، فهذا أيضا لا يجوز له أن يكشفه للناس ويقول: رأيت فيه كذا وكذا، برصا في بطنه، في ظهره وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنة. أما إذا رأى خيرا بالميت أو استناره بوجهه أو رآه يتبسم فهذا خير، وليخبر به الناس، لأنه يجعل الناس يثنون عليه خيرا، ولا بأس به، ولا يعد هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعد من عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن قد يكون له مبشرات، ومن هذا مثلا أنه يرى بعد موته على حالة حسنة، وكذلك يرى الرؤيا الحسنة لنفسه أو يراها لغيره. في كل هذا من المبشرات التي تبشر بالخير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لغير المعين في غسله أن يحضر غسله حتى ولو كان قريبا له، لأنه ربما يرى ما يكره فيكون ذلك إساءة للميت. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.